بس انا لغايه دلوقتي مش فاهم هتخلص هشام ازاي بورق التحويلات ده؟ انت مش بتقول الفلوس مش معاك؟ الورق ده فيه كل التحويلات اللي هنمشي وراها عشان نفهم. احسن حاجه ان انت احتفظت بنسخه من الورق ده. كان لازم اعمل كده حلمي، كان لازم أأمن نفسي. اصلها كانت خطه مرسومه من قبلها بكام يوم وانا كنت جاي انفذ. يا ساتر يا تراب، بقالي كتير ما جيتش هنا من ساعه ما اتقبض عليك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الورق كان هنا. يا نهار اسود، انت شايله هنا؟ انا حاطه بايدي. انت متاكد انك شايل ورق هنا؟ بقول لك حاطه بايدي دي. من امتى؟ من ساعه ما اتقبض عليك، وكنت متاكد ان ما كانش في حد ورايا. انت فاهم معنى اللي بتقوله ده ايه؟ رحيم، انت بتشك فيا ولا ايه؟ احنا لازم نعرف مين اللي خد الورق ده. معلش ما كنتش عارف ارد عليك. لا سامي عارف طبعا. لا ما انا ما اديتليش فرصه يعرف ان انا عارف. كده اضمن. المهم انت ما تقلقيش وما تكبريش الموضوع. انا بقيت بترعب كل ما يرن الموبايل. يعني ايه مكبره الموضوع؟ ما تتصرف يا عماد، ما تعمل حاجه. مع السلامه. مش يمكن تكوني مكبره الموضوع بجد؟ بعد كل اللي سمعتيه ده يا لميا كفايه بس التوقيت، نفس يوم خروج رحيم. بصراحه انا عاوزه اقول لك حاجه بس خايفه ما تعجبكيش. لو ما عجبتنيش هخصم من مرتبك 5 ايام. مش هتعجبك بس انا موافقه. اللي مخبيه حاجه بس هي اللي بتبقى متوتره زيك كده، فلو عايزه حد يساعدك بجد لازم تقولي له انت مخبيه ايه، ده لو عايزاه يساعدك يعني. يبقى مخصوم منك 5 ايام. انا كنت عارفه انها مش تعجبك. رحيم، هترجع هشام اخوك ازاي يا رحيم؟ ما تقلقش يابا، هيرجع ان شاء الله. طيب ما تسأل رحاب، يمكن عارفة حاجة عنه تدلك يا ابني. رحاب اللي سابت ابوها مرمي في الشارع، هتسأل على اخوها؟ غصب عنها يا رحيم، كلنا اتكسرنا بعد سجنك. طب على الاقل كانت شافت لكم شقه تقعدوا فيها انت وهشام. عملت كده يا ابني، صدقني عملت كده، بس اللي ما يتسماش عرف، جه طردنا منها. الله يحرقك يا سيد، يطردكم من بيتكم. يا ريته طردنا بس يا ابني. عملت تاني يابا؟ ما تحكي لي. هقول لك ايه ولا ايه يا رحيم يا ابني؟ هقول لك ايه؟ هقول لك ان اخوك اترمى في الشارع واتهان واتضرب، ولما جيت احوش عنه ما راعوش سن يا رحيم. وهيكون حد فيهم مد ايده عليك يابا؟ رموني في الشارع انا كمان بالجلابيه اللي عليا. بقى اخوك مرمي جنبي بينزف من كل حته في جسمه، وانا عمال بعلوي صوتي اصرخ عشان حد يجي يساعدني. مفيش. هجيب لك حقك يابا، والله اللي اجيب لك حقك. وعد مني لا خليهم يدفعوا تمن كل دقيقة مرت عليك وانت في الشارع. تعال يا حلمي. رحيم، انا بفكر من ساعتها ومش عارف اللي حصل ده حصل ازاي. فكر في اللي جاي يا حلمي. انا ما بعتكش بالورق ده لاي حد يا رحيم. انا ما جاش في بالي حاجه زي دي. دقيقة واحدة. الو، انا مش قلت يا ريت محدش يتكلم؟ انا اللي هتصل. مش هينفع اتكلم دلوقتي حالا، الدنيا هنا مقلوبة.